ايه رايك لو قلت لك دلوقتي ان في ناس شغلتها الوحيده انها تمنعك تقفل ريلز؟ ومش كده وبس، دول بيقبضوا بالملايين عشان يعملوا الحركه دي. يعني تخيل كده اي دقيقه انت بتقعدها على اي تطبيق فالشركه بتكسب منها فلوس، فكان لازم هنا يسالوا نفسهم سؤال واحد، وهو ازاي نخليه يقعد دقيقه كمان. وعشان كده التطبيق بيلاحظ كل حاجه، الفيديو اللي انت وقفت عنده اتفرجت عليه، وايه الفيديو اللي انت بتعمله لايك، وايه الفيديو اللي انت بتعديه بسرعه. وبعدها بقى بيبدا انه يرشح لك كده فيديوهات واحده ورا التانيه من الفيديوهات اللي انت بتحبها. يعني وباختصار، كل ما تستخدم التطبيق اكتر هو بيقدر انه يفهمك اكتر، ولما بيفهمك اكتر بيجيب لك فيديو انت صعب انك تعديه. وده طبعا هو اللي بيخليك تقضي وقت اطول في ريلز وتقلب كده في الفيديوهات. فانا عايزك المره الجايه كده قبل ما تفتح الريلز مقرر انك هتفتحها مش هتطول فيها، او يعني مش هتضيع وقت كتير فيها. عايزك تفتكر حاجه واحده، وهي ان في فريق كامل شغال على حته انك بدل ما تقعد دقيقه ازاي يخليك قاعد ساعه في الريلز. فقول لي كده بقى، هل انت شايف ان انت اللي بتتحكم في الموبايل بتاعك ولا هو اللي بيتحكم فيك؟